ان شاء الله هنشتغلوا مع بعض مفرش التفسيرة. تمام. ده عبارة عن 4 تدريجات ألوان. ده 4 تدريجات ألوان. تمام. ممكن تستخدمي لونين اتنين، ممكن تستخدمي 3، ممكن تستخدمي 4 براحتك زي ما انتي عايزة. طبعا احنا شفنا في الفيديو التعليمي اللي قبل ده ازاي ان احنا هنبدأ. تمام. بس ازاي بقى المرة دي ان احنا هنصمم رسمة هنطلعه مش متساوي الشكل في الاخر، لان البداية بتاعته مفروض هو 8 اضلاع، بيطلعوا ال8 اضلاع بتوعي متساويين. فازاي ان انا هخليه بشكل النجمة كده او شكل المثلثات؟ اول حاجة طبعا ده خرز النص تفسيرة. انا شغالاه بخيط الشعر مقاس 20 بإبرة خرز. ارفع إبرة خرز اللي احنا بنشتغل بيها، إبرة الخرز اللي حد يعرفها حتى بتاعت زمان. اول حاجه هاخد 8 خرزات اهم وربطناهم. تمام. هحاول اسويهم كده بايديك انك تخليها مربع، هتريحك يعني، هتعرفي نفسك انت داخله فين وماشيه ازاي. مكان ما الخيط طالع معايا هاخد 5 خرزات في الابره، وبسيب الخرزايه اللي جنب الخيط واعدي من الخرزايه اللي بعدها. تمام اهي. طبعا البوز اللي طالع دي لما نيجي نشتغل السطر اللي بعديه هنلاقيها دخلت لجوه كده وعملت معايا مربع تاني عشان تعشق في بعضها. هاخد 5 خرزات. نحاول طبعا واحنا بناخد الخرز، انا عارفه ان المقاسات بتاعته اغلبيتها مش متساويه، بس انتي حاولي تقربي مقاسات او شكل المقاسات معاكي. هسيب الخرزايه اللي جنب الخيط واخد اللي بعدها. طبعا احنا زي ما قلنا انا مسميه الغرزه دي الغرزه العايمه، لان انا مش بلف جوه الخرز بتاعي، لا انا ماشياها زي كانك بتسرجي حاجه، يعني اللي بتعرف تخيط كانها بتسرج ماشيه بالابره. اخد 5 خرزات. تمام. واسيب خرزه واخد اللي بعدها بالشكل ده اهو. كده احنا هنوصل لاخر واحده. ناخد ال5 خرزات هنا اهو معايا ادي ال5. المفروض انا هسيب واحده وهاخد اللي بعدها. كده انا وصلت للغرزه بتاعه البدايه. هعدي من اول خرزايه، هنعدي كمان من خرزتين. كده الخيط بتاعي طالع منين؟ من البوز اهو. هنزل كمان واحده. انا لفيت حوالين الغرزه الاولانيه دي عشان بس تجمد معايا شويه. تمام اهي. انما كان ممكن اطلع من اول خرزيه من هنا وهبدا شغل عادي مفيش مشكله. كده طلعت منين؟ يبقى انا لفيت، او لو انت عايزاها من تحت يبقى هتطلعي خرزيه واحده، هتلفي حوالين الغرزه الاولانيه، يبقى هتعدي من ال4 خرزات بتوع اول غرزه وتسيبي ال5 بتاعتك اهي موجوده زي ما هي تحت. وكده ادي الخيط بتاعي طالع من النص. هاخد 3 خرزات السطر ده كله، 3 خرزات. هعدي بقى منين؟ مكان الفتله ما طالعه معايا او الخيط طالع معايا هنا اهو في النص ما بين الخرزتين. سيب ال3، ملناش دعوه هي 5، فسيب ال3 دول هم على جنب الجهه اليمين. خلينا في الاتنين بتوع الجهه الشمال. الخيط بتاعي طالع في النص ما بين الاتنين، يبقى انا في نفس الحكايه هخش في النص ما بين الاتنين. تمام. وادي ال3 هم بعيد عني لسه ما جيتش جنبهم، واعدي الخيط بتاعي. تمام. ادي ال3 هم بقوا ما بين البوز ده والبوز ده. هاخد 3 تانيين. احنا قلنا السطر كله 3. انا عندي الخرزية اهي بتاعت البوز. تمام. بسيبها وهاخد اللي بعدها.
استنى نقص الفتله دي عشان معكساني في الشغل. تمام. يبقى انا اشتغلت ما بين الغرزه والغرزه واشتغلت على البوز. نخلي بالنا ما بين التعليقات البسيطه دي اللي انا بقولها معاكم، احنا بحاول ان انا ابسطها. يعني ممكن حاجه مثلا هقول لك ما بين الغرزه والغرزه لون كذا، وعلى البوز لون كذا، فنخلي بالنا يعني حتى لو هتكتبيها تبقى انت عارفه. طالما ده اشتغلتي تدريجات الغرزه والغرزه. تمام. اهي كده طالع معايا ما بين الغرزه والغرزه، هعدي برضو ما بينها. هكمل السطر كله بتاعي 3 ما بين البوز والبوز، يعني ما بين الغرزة والغرزة وعلى البوز، زي ما شفناها في الفيديو اللي فات اللي احنا قلنا ايه، نشتغل كل سطر لون عشان يبين معايا الشغل. تمام اهو ماشيين مع بعض اهو خطوة خطوة. تمام. خلي بالي طبعا لما بيبقى فيه بصي دورين مع بعض فوقيهم نفس اللون بيلخبط شوية، فلازم ابقى مركزة ان انا دوري خلص دوري لسه كده اهو. تمام. الاساس بتاعها تبين لي ايه التمانية اللي مربوطين مع بعض، احاول ايدي ما تبعدش عنهم عشان هي دي اللي تحدد لي انا وصلت لفين وخلصت السطر بتاعي ولا لسه. تمام. يبقى دي هي لسه فاضل البوز بتاعها، ادي ال3. هعدي اهو من هنا، ادي كده دي اخر واحدة هنعديها، وهطلع بالابرة بتاعتي من اول خرزتين في السطر، اول خرزتين. تمام. يبقى كده انا خلص معايا اهو. اهي بصي ممكن يكون مش متساوي، بس مجرد ما بتنزليه ويبدأ الشغل يجمع بعضه، اكيد انتوا جربتوه هتلاقوه بيتجمع مع بعضه تاني والشغل بيتفرد كده. احنا طلعنا ما بين الغرزتين. تمام. لما بتطلع البواز بتاعتها كده لبره بتظبط نفسها. حاجة اشتغل بلون تاني، نركز سوا هنشتغل بلون تاني. هياخد 5 خرزات، 2 4 5، وهشتغل على ما بين الابواز كلها. هي طالعه معايا اهي الحروف بتاعتها الخرزايه واقفه، يبقى هشتغل ما بين الابواز كلها. هاخد 5 خرزات ما بين كل بوز، 3 4 5 اهي. تمام. 2 3 4 5 اهي. انا المفروض ان انا عندي الصف ده عامل لي 8 بالشكل ده. تمام. 2 3 ادي ال5. طبعا اعملي التدريجات براحتك، بس انت هتمشي معايا السطر اللي بغير فيه لون هتغيري فيه لون، انما الالوان دي براحتك. 2 4 ادي 5 عشان يديكي نفس نتيجة المفرش بتاع الورشة. 2 3 4 ادي 5. ادي اول خرزايه اهي، اول بوز اهو، اديني اهو هعدي منه. تمام. وهطلع من اول خرزتين، اول خرزتين اهم في الغرزه الاولانيه اللي احنا عملناها. ادي اول خرزتين، وادي ال3 همت في الجنب. هاخد السطر ده هنشتغل فيه لونين، هو
كله 3 خرزات، بس هندمج فيه لونين. هاخد 3 خرزات اللي هشتغلها فوق البوز دي نفس اللون. تمام، هاخد 3 خرزات اهمت واعدي من خرزايه. نركز سوا اهو. يبقى فوق البوز بتاعي، فوق البوز طلعت ب3 خرزات، والفتله بتاعتي طلعت ما بين الغرزه والغرزه. هاخد 3 خرزات بس لون تاني. تمام، ما بين الغرزه والغرزه هحط 3 خرزات مختلفين. فوق البوز هحط نفس اللون اللي كنت بشتغل فيه الصف اللي تحت. تمام، طبعا احنا زي ما احنا شايفين احنا كل مره بنعدي من خرزايه واحده، يعني باخد الخرز بتاعي مهما كان عدده قد ايه، وبعدي من خرزايه واحده. تمام، فوق على البوز نفس اللون اللي انتي شغاله بيه السطر اللي تحتيه. تمام، زي ما قلنا نحاول ان احنا نوازن حجم الخرز. يعني انا حتى هنا هو كله مقاس واحد، بس عندي الاصفر الصغير فيه كتير، هنا وسط، هنا مقاسه اكبر، يعني مش متساوي مع بعضه. احاول ان انا اوازن حجم الخرز معايا وانا بشتغل. تمام، ماشيين اهو مع بعض واحده واحده. مش مهم لو حسيت اني ورور معاكي شويه او حاجه، هو كده كده بيظبط نفسه قدام. خلاص الخرز بيعشق في بعضه وبيبدأ ان هو يظبط نفسه. يبقى احنا بنشتغل ايه؟ ما بين وما بين باللون المختلف. ما بين وما بين دي يعني ما بين الغرزة، فوق الغرزة نفسها فوق البوز باللون اللي انتي شغالة بيه السطر اللي تحتيه. لو تاخدوا بالكم ان احنا الشغل بتاعنا ده فردي، يعني 3 5، حتى لو زاد هيبقى 7 9. فردي. ليه الفردي؟ لان الفردي ده هو اللي بتعرفي تعدي ما بينه، ما بين الغرزة، عشان اما باخدها الخرزاية هتديني هنا العدد زوجي، حتى لو خدتها هنا هتسيب معايا 1 و1، يعني هتسيب معايا عدد النص بتاعه الاتنين قد بعض. فدي برضو نقطة يعني خلي بالكم منها. يعني حبيتي لو انت حبيتي مثلا هترسمي باترون انت على ايديك تنفذيه، تخلي بالك ان العدد بتاعه لازم يبقى فردي. البداية بتاعته بقى بتبقى زوجي، ليه؟ لان دي هي اللي بتقسم لي الاضلاع، بس برضو ممكن تبقى فردي، يعني انا ممكن اعملها 5 خرزات. تمام كده، هي ادي اخر واحدة، ادي 1 2 3. تمام، ادي هخش هنا اهو ما بين وما بين اهي ما بين الغرزة، وهعدي من اول خرزاية فوق بالشكل ده اهو. ماشي، عديت اهو من اول خرزايه فوق، وهعدي كمان من البوز في السطر ده، هعدي كمان من البوز. السطر ده كله هنشتغله 3 خرزات، 3 خرزات بس. انهي لون بقى؟ اهو 3 خرزات اللون الجديد اللي انا اشتغلت بيه، يعني عندي انا الاخضر الغامق، هشتغله كله 3 خرزات. وبعدي منين؟
انا عندي كلها بواز اهي اهي. هعدي من البواز، يعني هعدي مرة من الخرز الغامق ومرة من الخرز الفاتح، ادي 3، وهعدي من الخرزة الفاتحة. تمام. السطر كله 3 وبنفس اللون بتاعي، لون واحد مفهوش لونين السطر ده اهو. تمام. ادي 3. بعدي من البواز، مفيش ما بين وما بين السطر ده مفهوش ما بين الغرزة والغرزة. اعدي ما بين البواز مش على البواز، ما بينها. تمام. طبعا عمالين نحاول ان الواحد ايه يجيب مقاسات خرز قريبة من بعضها بالشكل ده. تمام.